اهلا بكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. يمكن حاله الحزن اللي بتعم الشارع المصري والرياضه المصريه بشكل خاص طبعا، وعلى كافه المستويات، على مستوى الفرق الاولى طبعا والفريق الاول، وطبعا على مستوى قطاعات الناشئين. عشان كده احنا معانا النهارده في الفقره ديت اتنين من مديرين قطاعين ناشئين في مصر لانديه مهمه جدا زي نادي الاهلي ونادي انبي. معايا كابتن محمد عامر المدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بيك كابتن. بقاء لله وحده. سبحان الله اللي هو من الله. ومعايا طبعا كابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين بنادي انبي. بقاء لله يا كابتن. بقاء لله وسبحان الله والدوام. وطبعا بنقدم برضو التعازي للكابتن امام محمدين في وفاه الكابتن محمد عبده مدرب فريق 17 سنه في قطاع الناشئين اول امبارح. بقاء لله. كابتن عامر، يعني اكيد الكل بيشعر بالحزن والاسى الناتج عن الحادثه بتاعه بورسعيد. حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي بعد مرور اسبوعين من احداث الواقعه ديت؟ وهل يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه كمان؟ صدقني انا يعني احساسي كأن الناس دي ماتت امبارح، كأنها ميته من شويه صغيرين. لان كل ما هيبقى في مط في وتباطؤ في الاحداث وفي العقاب اللي هيناله هؤلاء، يعني انا بعتبرهم مجرمين. ده بيخلينا احنا لا لنا نفس نروح النادي ولا لنا نفس نبدا شغل ولا اي شيء. فطبعا الحدث اللي حصل ده يعني انا يعني انتوا حكيتوا فيه كتير، لكن انا عايز اتكلم على الناس اللي هي بتدافع عن بورسعيد او عن الحدث بتاع بشيء من يعني الغشوميه وبشيء من الجهاله والاستفزاز. يعني في سمعت بتاع عضو مجلس الشعب اسمه البدري اياميها ولسه الموضوع سخن، بيتكلم بشكل بيدافع باستماته. انت بتدافع عن مين؟ بندافع عن مين؟ احنا النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وكل من هو له صله بهذا الحادث من اولياء امور من اولياء ضحايا، يعني حزين وما بندينش شعب بورسعيد. شعب بورسعيد فيه ناس افاضل وناس محترمين وشعب فيهم ناس ما بتعرفش في الكوره وما لهاش في الكوره اصلا، ويهمها ان الكوره تبقى فيها رواج. ويوم ما يبقى في ماتش زي الاهلي والزمالك في بورسعيد، ده رواج لبورسعيد نفسها، لان بورسعيد تجاريه. احنا كنا بنروح بورسعيد عشان نقضي يوم كويس وناكل اكله سمك ونشتري كل بعد واحد يشتري بالزبط. احتياجاته. يعني طب ليه انت بتقطع الحاجات دي؟ ليه الغباء اللي نزل على الناس اللي هي يعني ارتكبت جرم بشع جدا؟ لان انا يعني لو كان مثلا مدرج كان قايل للسقوط ووقع بالناس زي ما حصل في انجلترا، كان مثلا خلاص يعني مش هنقول حاجه، لكن ناس اتقتلت وضربت بسكين وكان بيتمثل بيهم ويكتبوا على وشوشهم بسن البتاع. ليه؟ ده يعني ده الواحد لو عنده لا مؤاخذه كلب، انا يعني ما يجيش قلب ارميه فوق المدرج. فيعني انا عاوز بس الناس اللي هي بتدافع عن بورسعيد او بتدافع، مش عايزين نقول بورسعيد عشان ما نعمش الناس اللي هي كويسه، الناس الافاضل، الناس المحترمه اللي هي ما يرضاهاش هذا المنظر وما يرضاهاش هذا الحادث. لكن احنا عايزين نقول ان احنا لابد من القصاص. احنا مش هيعيش في غليلنا، مش هيبرد نارنا كلنا كشعب، واولهم شعب بورسعيد اللي هو الشعب المحترم، الا لما يبقى في قصاص. لان اللي حصل ده لشباب 17 و16 سنه، شباب هو الشباب الواعد، الشباب المستقبل اللي كان جاي، وشباب كان رايح كل همه يشجع فرقته ولا يحمل غير سندوتش وعلم وكوفيه بتاعت النادي الاهلي. مش شايل سنجه ولا شايل سكينه ولا رايح عشان يحصل فيه هذه المؤامره الدنيئه اللي انا بقول ان يعني في ناس مشتركين فيها كتير قوي
لابد انهم ومعروفين لابد انهم يجوا مهما كانت مكانتهم، مهما كانت حجمهم، قوتهم، كرسيهم، اي بغض حاجه. النظر. لا لازم لازم كل واحد ياخد عقابه. كابتن امام، يعني حضرتك بتتفق معانا طبعا ان طالما زي ما كابتن عامر قال القصاص لسه ما تمش، الامور هتفضل ملتهبه، صح؟ اكيد ما حدش ليه نفسه يا كابتن وائل يلعب كوره. يعني انا كنت لسه بتناقش قبل ما ندخل على مع كابتن عامر، عايزين نعمل رواج للفرق الرياضيه على اساس ان الولاد حاجه داخليه، لكن بيني وبينك هي صدمه كبيره جدا. يعني احنا طول عمرنا في الرياضه بنشجع الاهلي وبنشجع الزمالك وبننتمي للكوره، واحنا خارجين من انجازات كبيره للكوره المصريه في ال16 سنين اللي فاتوا دول. اتفرج على الشعب المصري في 2006 واتفرج على شكل البنات وشكل الاطفال وشكل السيدات. لا يعني حاجه جميله وفي وقت قصير جدا، زي ما شبهها الكابتن عامر، مؤامره دنيئه جدا بتقتل الرياضه في مقتل. مين عنده مش مساله الاهلي بس، يعني هو دايما الاهلي هو الكبير، والكبير هو دايما اللي مصاب زي ما بيقولوا. واحنا بنتعلم من الاهلي، حتى في مأساته بنتعلم منها، لكن الامر صعب جدا على اي حد يقبله. تصور لو هذا ابنك طبعا. شباب في سن الظهور، طلبه جامعات، كلهم ناس مثقفه، رايحين يتمتعوا بيوم رياضي، اصحابه بيحبوا النادي الاهلي. انا كل ما اشوف المشاهد اللي بترجع في الميديا على اي قنوات نادي الاهلي، صدقني الواحد بيبكي بكاء مرير جدا. انا بشوف الولاد وهم بيعيدوا كلمه هفضل احب الاهلي واموت. امر صعب جدا يا كابتن وائل، ومش هيحل الموقف ده جزئيا الا القصاص. لازم الناس دي تيجي بيه الكامل، ايا كان بقى ممثلين لشعب، اعضاء نادي. لكن زي ما الكابتن عامر بتفق معاه برضو، شعب بورسعيد شعب مضياف وفاني ومرح، يحب يتكلم في الكوره ويحب يعملها التسالي بتاعته، خاصه انديه القناه ما عندهمش رواج في حاجه كتيره. لكن الفئه دي بتمثل جمهور النادي المصري وفيها مشاهدات سابقه طبعا. وانا كنت في الاسبوع اللي قبلها ضيف على بورسعيد في ماتش المصري وانبي مع الكابتن حسام بدري في المباراه دي. وكان في شواهد لاجزاء زي كده، بس مش بقوه النادي الاهلي، ان احنا لا نملك جماهير ومفيش واحد قاعد موجود. بالعكس، انا عندي مجلس اداره النادي ما راحش بالكامل بورسعيد تخوفا برضو من الاحداث، من احداث ملتهبه في بورسعيد. يعني انا عايز بس اقول بس قبل الكابتن جوهر، معلش كابتن جوهر، يعني حته ان احنا نتباطأ او في حكم من الاحكام. يعني النظام اللي فات مشي ولسه المحاكمات شغاله، وهنتباطأ برضه في القصاص من ده مش عشان النادي الاهلي بس، ومش عشان الكوره بس، عشان مصر كلها. احنا كده هنخش في ان احنا يبقى كل حاجه بتيجي وبتقلب عليها في الاخر مفيش، ما نوصلش لحاجه. حصل 100 حاجه، ماسبيرو حصل، اكتر بالون، مسرح البالون، حصل 100 حاجه حصل ومفيش اي حاجه حسمت. المفروض بعد الثوره كابتن عامر تبقى حتى المحاكمه شكل ثوري غير السابق، يعني ملهاش نفس الرمز ونفس القواعد بتاعت السابق. وبعدين الموضوع كله باين في التلفزيون، باين كل واحد عمل ايه، موجوده، باين اللي طفى النور، الامن اللي ساب جريمه مكتمله يعني الاركان. احنا لو قلنا ان الناس دي نطت من على السور، كان هينطوا واحد ورا واحد، هيبقوا 15، هيبقوا 20 على الخط. مفيش اقل من دقيقه كانوا عند مدرج الاهلي، كانوا واقفين بيسخنوا فعلا. انت تبص يا كابتن جوهر، لعيبه النادي الاهلي عملوا سبرنت ما عملوش في الماتش على اوضه اللبس. اخر واحد كان داخل وراه كان كابتن سيد عبد الحفيظ واحمد فتحي، وبعدين دخل وراهم سيد، كان طبعا شريف كان اخر واحد عشان حارس كان في الجول بتاعه. وسيد عبد الحفيظ ما رضاش يخش الا لما يخش معاه، اتضربوا الاثنين. فطبعا حاجه يعني حاجه مؤلمه جدا، ومنظر كان سيء. كابتن محمد، حضرتك كنت بتتكلم مع وائل وبترد على سؤاله، شايف في نبره حزن، الم، معاناه، بس في برضه في شكل في الخبره. كابتن محمد عامر، انا مش هقول مين، كابتن محمد عامر لعبت في لاعب كبير في النادي الاهلي سابق منتخب مصر، ولعبت ورحت بورسعيد، وكان في مباريات اهلي ومصري كتير، وشفت جمهور المصري بيعمل فيك ايه او بيشجع ازاي. احنا ومن كلام حضرتك، من كلام حضرتك واضح ان برضو الجماهير والعصبيه بتاع الجماهير بورسعيد
هي اللي ساعدت البلطجيه في حاجه زي كده. ايوه ده تمام. انا بص، انا هقول لك يعني بكل صراحه، العصبيه دي موجوده من ايامينا، واحنا ما خرجناش. مش هقول لك بس بورسعيد والاسماعيليه ومدن القناه كلها كنا بنخرج في عربيات الامن المركزي. ما خرجناش مره من استاد بورسعيد الا بالامن المركزي. يعني مش جديد. لكن ما كان كل يعني اقصى حاجه كانت ايه؟ شتيمه، طوبتين بتاع اتوبيس يتكسر، اتوبيس يتكسر مفيش مشكله، لكن نوصل ان احنا امن بيمنع التشابك. ده امن بيمنع التشابك. انا عايزك تجيب المنظر تاني وتشوف المكان اللي كان فيه سيد عبد الحفيظ وكان فيه شريف اكرامي. واحد في ضابط كان لا مش ضابط، ده في صف عساكر واقف بتاع 7-8 واقفين، كانوا معزومين على الماتش، واقفين كده ما بيتحركوش، كانهم عاملين 7 اصنام واقفين ما بيعملوش اي حاجه. ده غير الكردون اللي كان هناك ورا الجول. اول ما الناس نزلت اتفتح بيقولوا لهم اتفضلوا. هو انا في اعتقادي ان ويمكن صور يا كابتن عامر وكابتن امام على الهواء قدامنا تبين الواقعه والشكل كان عامل ازاي، والانفلات الامني اللي كان باين من بدايه المباراه حتى نهايتها وما بين الشوطين كمان. لا انا عايز اقول لحضرتك قبل نهايه المباراه والحكم بيحط صفاره على اساس يصفر فاول للاهلي قبل الفينش مباشره. لو لاحظت حضرتك الجزء الخارجي للتماس بتاع الملعب، واحد دخل ورجع مستنيين الصفار. يعني موضوع مخطط هم عملوا بروفا قبل البدايه وفي الاول المباراه وفي بين التايمين وامنوا تماما انه مفيش امن هيتخللهم. بدايه المباراه زي ما انت شايف طلقات، وبعدين دخول حتى العسكر اللي بدأوا يقربوا على المدرج بتاع النادي المصري اتضربوا عليهم نفس الكلام فبعدوا، بدأوا يضربوهم بكراسي. يعني عملوا كل حاجة. انت لو نهاية الماتش بالذات بتكشف الموقف ده تماما من كل صوب في الملعب. يعني انا شوف كابتن عامر وكابتن امام، يعني الحكم صفر، شايف الجماهير فين؟ الكم الجماهير لغايه فين؟ من الدرجه الثانيه طالع الناس جايه من الدرجه الثانيه وناس جايه من الدرجه الثالثه الثانيه والثالثه. فاذا واضح ان كان يعني لازم يتم محاسبه، بس مش يعني كمان للناس يعني اللي قتلت والناس اللي ساعدت في القتل، زي مدير الامن زي المحافظ زي الناس اللي كانت مسؤوله ولو حتى اتحاد كوره مدير الاستاد اللي طفى النور. ايوه كل واحد مسؤول يا كابتن جوهر. ده بين الشوطين يا كابتن جوهر لازم يجي. ده بين الشوطين طب الناس دي ما اتمسكتش ليه؟ بيضربوا امن اهو. يعني الناس دي ما اتمسكتش ليه؟ طب قيل وقال في موضوع كابتن فهيم عمر كان حكم اللقاء ساعتها وقال كان المفروض كابتن فهيم وعلى فكره كابتن فهيم عمر معظم الوقت هو قاعد في بيته مش عارف يتحرك، لان بيجي له تليفونات كتير جدا ومشاكل كبيره جدا بالقتل، لان كان بيقول ان السبب الرئيسي كابتن فهيم عمر كان المفروض يلغي اللقاء من بدايته لما شاف الكلام ده، وفي التسخين ان الحاجات اللي بتحصل دي والراجل كان بيتكلم وبيقول ان انا كنت داخل الاوضه، اذا كان في مراقب مباراه. طب بين الشوطين بين الشوطين كان كابتن فهيم عمر جوه هو الحكام ما شافش، بس كان مراقب المباراه كان ممكن يكون كان بره، لكن برضه انا اتكلمت مع كابتن عبد الحميد رضوان قال مش دوري، قال انا دوري تقييم او مراقبه الحكم فنيا. انما ماليش دعوه بالقصه الامنيه من بره، ايه اللي يحصل ايه اللي ما يحصلش، دي مش بتاعتي. الازمه دي مش محتاجه، بس دي مش محتاجه، دي محتاجه يعني ده انا لو اعرف تليفون كابتن فهيم عمر والله كنت كلمته. يا كابتن وائل انت كنت متخيل ان ممكن يبقى الموضوع يوصل لهذا الحد؟ كان واضح هنا اهو في الصوره يا كابتن عامر، كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ويتداول مع كابتن فهيم عمر وبينبهه بيقول يا جماعه في مشكله، في حاجه هتحصل. الجمهور كان واضح جدا شرس، كان في امن كان مش موجود متواجد بشكل غير طبيعي. الناس كانت حاسه يا كابتن عامر يا كابتن امام ان كان في مشكله هتحصل. كل ده احنا معتادين عليه، بس ما كناش برضو، ما حدش كان يتخيل ان في ربع ساعه في 17 دقيقه يموت 72 واحد. 72 واحد يعني ده لو احنا حاطينهم قدامنا كده كل واحد مدد رقبته عشان اذبحه هياخدوا مني ساعتين مش 17 دقيقه. يعني احنا ده احنا معتادين عليه في بورسعيد، في كل فرقه هي عايزه نفسها تكسب النادي الاهلي.
اشمعنى النادي الاهلي كابتن امام؟ يعني عفوا يعني اوجه السؤال ده كابتن، اشمعنى النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي صاحب بطولات، النادي الاهلي الكبير جميل، اشمعنى النادي الاهلي؟ بص، هو وفي برضه نادي الزمالك نادي جماهيريه كبيره جدا، نادي امبي بقى مفرخه للاعبين ونجوم كبير جدا. لا الحقيقه لازم يعني ده قدر النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي مباراته الاكثر يعني فيها كثافه في التشجيع، متفرجين في الميديا، في الاعلام، في الصحافه. النادي الاهلي تاريخ نخله ضربه في الارض اكتر من 100 سنه. فانا هكلمك على انطباع واحد بيقابل النادي الاهلي. الاهلي قيمته طبعا من مكانته ده غير المسميات المتواجده، ودي حاجه حقائق. نادي القرن، بالتالي لما بتيجي تلعب شهره اللعيبه كلهم، حتى نجومنا الكبار كابتن عامر والنجوم اللي جم النادي الاهلي، ما هم عملوا اسمهم من خلال مباراه اهلي وزمالك. طبعا يعني كابتن عامر كان نجم في كفر الشيخ، وهو من الناس المؤسسه برضه في النشاط الرياضي في نادي انبي على فكره، ومن اول الناس اللي اسسوا فريق للصعود، عشان مش كتير بيعرف الواقعه دي. كابتن عامر من اوائل الناس، هو رمضان السيد. فانا اقصد اقول النادي الاهلي بمدربينه وبقيادته ساهموا في حاجات كتير جوه البلد، لكن ما تنساش في تأصيل لتاريخ سابق. في فتره الهجره كان في نغمه دايما، الزمالك استضاف مدن القناه وبيلعبوا على الوتر ده، بنلعب عليها بقى لنا اكتر من 40 سنه. 40 سنه الجيل اللي بيتواجد ده حضرتك ما كانش متواجد اصلا. فهي انت بترسخ مبدا. وانا برجع برضو لموضوع فهيم عمر، لو هو عنده شجاعه القرار وحس الاحداث دي وحب ياخد القرار ده، الناس كلها هتلومه. انتوا بتحموا الاهلي، انتوا عملتوها له في ماتش المحله، وادي ماتش المصري، يبقى الاهلي هيخلص مبارياته. لكن الموقف ده زي ما الكابتن عامر ما كانش حد يتوقع، خاصة ان الماتش ده كابتن امام اتأجل مرتين. اتأجل مرتين، فطبعا هيبقى فيها قيل وقال على لا وبص الاجواء اللي قبل بس المباراه. بس انا اقول لك حاجه يا كابتن عامر، ابراهيم حسن قيل وقال احسن ولا حتى اللي كان خايف، حتى اللي كان خايف. ما انت بتقول دلوقتي عشان احنا في 72 شهيد، لكن انت كنت متخيل ان هيبقى يعني اكثر تخيلك ناس هتتعور، ناس اللي هيجي دماغه حتى لو حد اتعور دي يعني كارثه. ومع احترامي يا كابتن عامر برضه، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، السؤال بتاع كابتن جوهر، ان بخبرتك في مباريات الاهلي والمصري حضرتك قلت ان كل ده كان بيحصل، بس يا كابتن عامر ما كانش فيه نزول للملعب، ما كانش فيه جمهور بينزل الملعب. لا ما حصلتش دي. لا خالص. كان شتيمه، سب، طوب، ازايز. كان في طوارئ يوم ماتش الاهلي والمصري بالزبط. طوارئ ماتش الاهلي والاسماعيلي طوارئ. في مباراه سبق اتلغت يعني للاهلي والمصري، اي ماتش للاهلي، خاصه ان النادي الاهلي كده كابتن 3 أو 4 متفرجين حاولوا يتعدوا على صاحب الهدف بتاع النادي الاهلي، مش متذكر كان جمال. اي ماتش للنادي الاهلي كان بيبقى فيه طوارئ، لان النادي الاهلي كله لعيبته كلها نجوم، ولعيبته بتتعرض ان واحد من الجمهور ينزل يبوس لعيب، وينزل عاوز يحضن لعيب، الكلام ده كله بيتعرض له لعيبه النادي الاهلي. فبيبقى في طوارئ في كل الماتشات، خاصه في الماتشات بقى اللي هي فيها حساسيه شويه. النادي الاهلي خد لعيب من بورسعيد، خد لعيب من الاسماعيليه، بيبقى بيخلق الحساسيات دي. يعني هم مش قادرين يتصوروا الاحتراف النهارده. 70% من لعيبه النادي الاهلي في الجيل السابق، مرحوم جمال الجندي وجمال جوده، ايوه، ومصطفى ابو الدهب ونجوم كتير اثروا الكره. الله يرحمه الحاج سيد متولي كان عامل علاقه كويسه جدا بالنادي الاهلي، يعني كان مخفف وطئه حتى الشد العصبي. يعني كان ياخد مدربين من النادي الاهلي، بياخد لعيبه من النادي الاهلي، يعني زي ما بيقول الكابتن امام كده، جمال جوده وجمال الجندي ولعيبه كتير في النادي الاهلي حاليا. عاير لهم سعد سمير لعيب منتخب مصر، مؤمن زكريا كان من النادي الاهلي، كان مؤمن زكريا من النادي الاهلي، زكريا من ولاد النادي الاهلي من 8 سنين. لان مؤمن على يد انا سنه 96 8 سنين في النادي الاهلي. امير كتير مش من دلوقتي، قياسا بانك بتاخد نجم، هم عندهم 6 7 نجوم طبعا. يعني هتلاقي الموضوع ده في اسماعيليه في مصري. بس هي العمليه زي ما انا بقول لك كابتن وائل، في تشخيص للامر شويه، وبتهول للنادي الاهلي شويه العداء دون. وبعدين الطقوس الجديده للالتراس، ان انا اخد تيشيرت، فيبقى انا خدت تيشيرتات المصري وده خدت تيشيرتات الاهلي، عاملينها زي الغنيمه، ولو اكننا او زي الشرف. يعني زي الشرف، انا كده خدت الشرف، خلاص خدت التيشيرت بتاعك، يبقى خدت كده، انا انتصرت يعني عليك. انا محدش ينكر ان نجوم الاهلي على مدى تاريخه يا كابتن وائل، بما فيهم جماهير بورسعيد والسويس واسماعيليه،
اسعدوهم ابو تريكه والناس دي في 2006 و2008 و2010. فصعب انك يعني في جزء تفصل وتقول ان النجوم دول ادونا على مدى حياتنا سعاده 10 12 سنه. اما لو كان لعيب اتصاب لا قدر الله او لعيب جراله حاجه، كان هنبقى الموقف كان هيبقى اصعب بكتير جدا، وده ما يقللش من روح الشهداء طبعا. انت عارف انا كنت ماسك نادي انبي قبل كابتن طه بصري، كابتن امام كان معايا مدرب مات عام قدامنا لعيب اسمه اسماعيل حسن. اسماعيل حسن ده 24 سنه، يعني احنا كنا رايحين نلعب ماتش كاس مع سمنود منتخب مصر، والاتوبيس مستنينا بره، هنتمرن تمرينه خفيفه عشان نطلع. كابتن بيقول اخر محاضره ليه قبل ما نسافر نعسكر في فندق من الفنادق في طنطا، وهنروح نلعب سمنود في كاس مصر. واحنا بنتكلم كده وقع مات من غير اي حاجه، لا اتمرنا لسه ولا بذل مجهود ولا اي حاجه. ما كناش قادرين نرجع الملعب، مش عارفين نرجع الملعب ازاي نتمرن. واحد فما بالك ب 72 او حتى زي ما بيقولوا دلوقتي 160 وبيقولوا اكتر كمان من 160 شهيد. يعني على حسب الاجابه من وزاره الصحه قالوا 72 يعني الرسميات. طيب خلونا نطلع لفاصل وبعد كده نرجع نكمل بقيه الحوار.